الحبايب، مساء الخير. رغم ان انا ما بحبش اتكلم في الكوره، لكن موضوع حسين الشحات مستفز للغايه، فحبيت اقول لكم على اخر التطورات الخطيره اللي حصلت واعلق على الموضوع بما ان الراجل اهلاوي. يعني اولا، اللاعب المغربي اللي محترف في بيراميدز الشيبي امبارح حرر محضر في اسم شرطه القاهره الجديده ضد حسين الشحات، اتهمه بالسب والقذف والتعدي بالضرب. طيب دي بس لا، الراجل طلب تدخل سفارة المغرب في القاهرة ان هي تتدخل وتاخد اجراء ضد حسين الشحات، وان لازم يجيبوا له حقه. ده الشق الثاني طبعا العضو المنتدب او المسؤول عن نادي بيراميدز طلع بيان وقال ان احنا هنصعد الامر على كافة الجهات الرسمية المسؤولة عن الكرة في مصر، سواء بقى اتحاد كوره بقى، سواء بعد رابطه انديه، سواء معرفش ايه، وان احنا مش هنسيب حق اللاعب ده لان اللاعب بتاعنا ما غلطش. وطبعا رابطه الانديه اتشملت وراحت مطلعه قرار بوقف مباريتين ولحسين الشحات، يعني طبعا و20,000 جنيه غرامه. بس الغريب في الامر ان النادي الاهلي لا طلع بيان ولا اتكلم لحد دلوقتي. احنا النهارده المفروض الاثنين، الساعه دلوقتي تقريبا 4. الراجل او النادي الاهلي ما طلعش ربع بيان، ما طلعش ربع كلمه، رغم ان كله كان ظاهر وباين قدام الناس. الازمه هتوصل لحد فين الله اعلم، ولكن طالما الامر وصل لموضوع بقى يعني محاضر شرطه ومش مجرد فقط يعني امر اداري داخل مثلا الجهات المسؤوله عن كره القدم في مصر، فاعتقد الموضوع هياخد كيرف ومنحنى تاني خالص، الا اذا تم الصلح بين الاثنين واللاعب ده اتراضى، او اللاعب ده مش اتراضى، ما اقصدش اتراضى ماديا، ولكن اللاعب ده تنازل يعني، وان هم صلحوه واعتذروا له باي شكل من الاشكال والى اخره. رغم ان انا اقسم بالله لو مكانه انا عمري ما اتنازل عن حقي ابدا، لان اللي حصل ده مش مجرد تعدي بالضرب. انت عارف مثلا لو خبطوا بنيه، لو خبطوا في صدره، لو اداله شلوت، عادي تعدي، لكن الموضوع يوصل لألم، صفعة ألم على الوش قدام ملايين الناس، لا، دي قلة قيمة، وانا اسف قلة ادب. حسين الشحات انا عايز اقول لك كلمتين. انت بقالك 3 سنين عالة على الاهلي، مفيش بس غير السنه دي اتشملت شويه وربنا نفخ في سرتك. انت في المنتخب ما بتلعبش، انت في الاول وفي الاخر انت لاعب محلي، اللي يعرفك الناس اللي بتشجع الاهلي، ولو انت مش في الاهلي ما كانش اصلا حد جاب سيرتك. امال انت بقى لو لاعب عالمي بقى، لو انت بقى يعني مشهور ومكسر الدنيا في العالم كله، كنت عملت ايه؟ ليه كده؟ طيب الولد غلطان ايا كان هو عمل ايه، استفزك بقى واستفز غيرك بقى، قالوا بعد كده او قبل كده علي معلول ضربه بالقلم هو كمان وما اعرفش ايه. بص، اعتبره هو لاعب مستفز وقليل الادب. في قانون بيحكمكم، مش الفتوانه، مش البلطجه، مش قله القيمه وقله الادب. انا اسف، اللي حصل ده ما يطلعش من لعيب محترف، او ما يطلعش من لعيب يعني لعيب مخضرم بقاله سنين. يا راجل ده انت تلاتينات اهو، انت مش عيل صغير لسه بتلعب وجديد ومش عارف تمسك اعصابك. وبعدين ده الماتش تحصيل حاصل، ايه المشكله لما خسرت؟ ايه المشكله لما استفزك؟ في ايه؟ ليك نادي وهو ليه نادي، يحاسبه ويحاسبوه، وفي جهات كتيره جدا. لكن لو كل واحد حد يغلط فيه في الملعب فياخد حقه بايده وبدراعه كده اهو، لا، دي تبقى بلطجه ومجزره، مش كوره ورياضه. عيب اللي انت عملته، واعتذارك ده ولا ليه اي لازمه. انت كنت مفكر مثلا انك انت هتضرب اللاعب ده او الشاب ده من غير ما حد ياخد باله؟ انت في ايه يعني؟ انت ما فكرتش؟ ما حطيتش في دماغك مثلا ان ملايين بيشوفوك؟ يا راجل حتى راعي يعني مشاعر اهله، وده في الاول وفي الاخر لعيب محترف ومغترب عندك. ولا كنت والله العظيم، والله العظيم ما كنت تقدر تعملها مع لعيب يعني مصري كده قد نفسه، لان هو كان هيرد لك القلم 10 مره واحده. اقسم بالله لو ده لعيب مش مغترب
ويعني ليه هنا عزوه، اقسم بالله يا حسين كان مسكك رزع لك قدام الناس، لان انت ما فيكش حاجه اساسا، يعني انت اخرك بنيه وشلوت. ايه ده؟ ليه كده؟ ربنا يستر. قابل بقى اللي جاي، ومستنيين بقى بيان الاهلي، هنشوف هيوقع عليك عقوبه عامله ازاي. انا اهلاوي اقسم بالله، وبحب الاهلي وبحب وعلى فكره بحب كل واحد بيحب الاهلي، لكن اللي حصل ده ما ينفعش يتسكت عليه، عيب. شكرا.